محمد رمضان ظاهرة مكملة مش مكملة، مش دي الحكاية. بتحبه أو ما بتحبوش برضه مش دي الحكاية، بس محدش يقدر ينكر إن رمضان جزء مهم جدا من المشهد الفني. وزي شباب كتير بيتفرج على النجوم من بعيد وواقف قدام الكاميرا علشان يلعب دور السنيد، لكن نفسه يبقى بطل ونجم. مين بقى يتخيل إن الشاب السفيف ده في يوم من الأيام يبقى واحد من أنجح وأشهر النجوم في مصر المثيرين جدا للجدل، لا ويوصل كمان لنجاح كبير جدا بسرعة الصاروخ. مهما الناس كانت ضده أو اختلفت معاه، لكن تقريبا الحقيقة اللي مفيش اتنين بيختلفوا عليها هي حاجة واحدة، إن محمد رمضان نجح بشكل مخيف جدا، ومفيش حد من جيله قدر يوصل للنجاح اللي هو وصل له بنفس السرعة، خصوصا إنه عمره ما كان مثلا ابن نجم كبير ولا ليه علاقات مع ناس مهمين أو صاحب واسطة يعني. بس بصراحة كده بقى، كل ده حظ ولا شغل؟ عشان نجاوب على السؤال ده صح، فاحنا محتاجين نشوف الحكاية بس من كل الزوايا. شاب بسيط بيتحرك في وسط مليان بأبناء العاملين، يعني في الوقت اللي كان أبناء النجوم علشان أبناء نجوم وليهم علاقات مهمة جدا وواسطة في الوسط الفني كانوا بياخدوا فرص لأدوار كبيرة، هو بقى كان بينحت في الصخر وبيكافح وبيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يدخل الباب. اشتغل مع نجوم كبار جدا في بداية حياته زي عمر الشريف، سعيد صالح. بدايته الفنية كانت مجرد كومبارس بيدور على ربع فرصة حتى، وغيرهم من الأسماء الكبيرة. بس إيه بقى اللي خلاه يقدر يطلع من تحت ضوءهم ويبقى هو اللي في الضوء لوحده؟ مقارنة بباقي زمايله اللي في نفس جيله، رمضان تقريبا عمل أضعاف الأعمال اللي هم عملوها في نفس المدة. يعني مثلا ممثلين كتير جدا من الشباب في بداية حياتهم الفنية كانوا بيختاروا حاجات معينة في أوقات على مدى طويل علشان يثبتوا بيها إنهم فعلا ممثلين محترفين وعايزين يقدموا حاجة فيها قيمة فنية عالية. محمد رمضان بقى كان مؤمن بحاجة واحدة بس، الكم يولد الكيف، فبدل ما يراهن على 3 أفلام بس يراهن على 10 أفلام دفعة واحدة. وأكيد يعني وسط العدد الكبير ده لازم في أفلام تنجح. سنة 2012 دي كانت السنة الفاصلة في حياة محمد رمضان، لما نزل فيلم عبده موتة قلب الدنيا. هو ممكن يكون إنتاجه بسيط، لكن نجح نجاح جماهيري ضخم جدا، سواء بالسلب أو بالإيجاب مش مهم، المهم إن الفيلم فعلا نجح جدا والإعلام كله كان بيتكلم عنه. بس ليه عبده موتة بقى كان هو النقلة؟ لأن بمنتهى البساطة محمد رمضان ظهر وكأنه صوت بيعبر عن الحارة المصرية بكل تفاصيلها، وده خلاه طبعا يعلم مع الناس بسرعة، ما هي دي الفئة الأكبر في المجتمع. والناس وقتها بقى اتقسمت نصين، هل محمد رمضان مجرد فنان بيقدم فن فعلا زي باقي الناس اللي بتمثل، ولا بيقدم افلام كلها شبحانه وبلطجه؟ بس اللي ما حدش قدر ينكره انه قدر فعلا يخاطب الجمهور، وعرف ازاي كويس قوي يقرب ليهم، والا ما كانش اتعرف بسرعه كده. والاهم من كده بقى انه تصدق قوي في الدور اللي عمله، لدرجه ان في ناس كتير كان عندها قناعه تامه ان الولد الجديد اللي بيمثل في السينما ده هو مجرد واحد بلطجي ودخلوه التمثيل، مش مثلا ممثل شاطر وعرف يأدي دوره بإتقان. بالمناسبة صحيح فيلم عبده موتة ده ما كانش بتاع محمد رمضان أصلا، المفروض كان هيبقى شهادة ميلاد جديدة لممثل كان لسه في بداية حياته اسمه رامي وحيد، لكن رامي لما اتعرض عليه السيناريو رفض الفيلم وما عملهوش، علشان سبحان الله الفيلم يروح لمحمد رمضان ويبقى بعد كده بداية لنجم غريب وجديد من نوعه، وبيقدم كمان حاجات غريبة ومش مفهومة، الناس مش عارفة تقول هي دي ايه بالظبط. المهم انه علم مع الناس واثار الجدل جدا. بس رمضان بقى ما صدق ان الفرصه دي جات له، طلع ومحدش عرف ينزله. في حوالي 5 سنين بس من نجوميته قدم اكتر من 12 فيلم ومسلسل، في الوقت اللي زمايله كانوا بيقدموا تقريبا نص العدد ده في نفس المده. للامانه هو الراجل ما كانش بيضيع وقت، شايف ان الجمهور عايز محمد رمضان في كل موسم فنديله محمد رمضان في كل موسم، ليه لا؟ الناس عايزاه في السينما والتلفزيون يبقى محمد رمضان في السينما والتلفزيون. بسبب نجوميته دي بقى يجيبوه علشان يعمل اعلان، الاعلان ده كان فيه اغنيه، الاغنيه دي خرجت بره حدود الاعلان وكسرت الدنيا. رمضان زي ما هو متعود يستغل اي فرصه يقرر يدخل في مجال الغنى كمان، يقول لك هو مش الجمهور عايز كده، طب ما غني بالمره. كلمه سر نجاح محمد رمضان بقى انه يقدم نفسه مش بس كفنان او نجم، لا كشخصية عامة، شخصية عامة بقى بكل تفاصيلها، من أول صوره الشخصية مع أولاده مثلا لحد العربيات وأسطول عربياته الكتيرة جدا المليونية، ده غير صوره في طياراته ورحلاته الخاصة، حفلاته ولقاءاته وتصريحاته اللي دايما لازم تكون مثيرة للجدل. المهم شخصية أكبر بكتير من كونه فنان أو ممثل.
محمد رمضان بقى ماشي بمبدأ انت لو مش موجود كل يوم الناس هتنساك مهما كانوا بيحبوك. من الاخر كده الزن على الودان امر من السحر، والبعيد عن العين ممكن جدا يبقى بعيد عن القلب، فلازم افضل طول الوقت قدام عينيك باي طريقه. رمضان كان عارف كويس جدا ازاي يخلي حياته الشخصيه عباره عن ماده اعلاميه، وده خلاه حاضر دايما حتى لو مفيش عمل جديد. المهم يبقى نمبر 1 في الظهور، ما يبعدش عن عيون الناس خالص، وعنده رؤيه طول الوقت انه يفضل نجم مش بس فنان. مش مهم بقى الناس تحبه ولا تكرهه، تهاجمه ولا تدافع عنه، المهم يبقى موجود ودايما محل للنقاش. وكان ذكي جدا في استغلال السوشيال ميديا، ممكن جدا تطلب معاه في لحظه ينزل من بيته مثلا يسافر اسكندريه او ينزل اي منطقه شعبيه علشان يحاوط نفسه بالناس الشعبيه اللي زيه. أي حاجة ممكن تتحول لمادة تسويقية لمحمد رمضان كان بيعملها بدون تردد. حتى الأزمات اللي كان بيقع فيها زي مشكلته مع الطيار مثلا، خلافاته مع زمايله المتكررة اللي ممكن يكون أصلا هو مش واخد باله منها أو يمكن بيتعمد يعملها، الله أعلم. المهم إن كل الحاجات دي وغيرها كان دايما يستغلها لصالحه، وده طبعا علشان يزود من حضوره الإعلامي. مش مهم بقى بالسلب أو بالإيجاب، المهم أنا موجود أهو. حرفيا بقى أكتر شخصية فنية عليها جدل. بس هل الجدل ده بقى بيقلل من نجاحه ولا العكس؟ هو الحقيقة عرف يلعب على الحتة دي كويس قوي، وكل أزمة بتحصل له كانت بترفع من اسمه أكتر، والإعلام بقى وقع في شباكه لأن اسمه كان بيجيب مع الناس. تلاقي محمد رمضان لازم يكون مادة إعلامية موجودة ومطروح وسط كل الأسئلة اللي تقريبا بتتسأل لكل الضيوف. كتير من النقاد بقى شافوا إن أغاني محمد رمضان مش بتقدم فن بالمعنى التقليدي، هي مجرد أغاني موجهة ومعمولة للسوق الشعبي والاستهلاكي. هو بقى شايف حاجة تانية خالص، أي حاجة لو ما تحولتش لمصدر دخل يبقى ملهاش أي لازمة. علشان كده شايف ان كل حاجة بيعملها لازم تترجم لمادة، وده بقى خلاه يحول شخصيته لعلامة تجارية مش مجرد فنان او نجم وخلاص. مش بس كده، ده قالك انا هلف العالم كله باغانية اللي مش عاجباكوا دي، وهعمل اغاني ودوتوهات وكليبات مع نجوم عالميين من كل حتة في العالم. دماغ شغالة مش بتنام. كلام كتير جدا اتقال عن محمد رمضان انه شايل عقد نفسية كتير من الوسط الفني، وده سببه بداية حياته الفنية ككومبارس او سنيد لنجوم اكبر منه بكتير وقتها، وفي منهم اللي كانوا بيعملوه وحش وشايفين نفسهم عليه. فقال لك بقى ان ممكن جدا تكون العقد دي هي اللي خلته طول الوقت باين في شكل المغرور والناس بتشوفه بالشكل ده، او يمكن بسبب كده بقى يحاول يتعامل بتعالي او يرسم يعني انه فوق الناس كلها. لكن في الحقيقه بقى هو اصلا مش شايف انه مغرور ولا شايف انه بيتعالى على حد، بالعكس ده بيقول لك الدليل على ان انا مش كده اصلا وناس معينه هي اللي شايفاني كده، ان انا لما بنزل وسط الناس كلها بتستقبلني بحفاوه كبيره. والفكره بمنتهى البساطه ان ما حدش قبله عمل كل اللي هو عمله ده، فاذا هي الحرب. محمد رمضان ظاهرة مكملة مش مكملة مش دي الحكاية، بتحبه أو ما بتحبوش برضه مش دي الحكاية، بس ما حدش يقدر ينكر إن رمضان جزء مهم جدا من المشهد الفني. هل نجاحه مبني على موهبته ولا على قدرته على إنه قادر دايما إنه يخطف الأنظار ويلفت الانتباه؟ يمكن مثلا يكون عارف يلعب لعبة الشهرة بشكل محدش من جيله تقريبا عرف يلعبها، بس كل ده بقى يخليك تفكر بطريقة تخليك تعيد النظر في مفهومك عن النجاح. هل النجاح مثلا موهبة أو مهارة بس، ولا عقلية بتحول كل شيء حواليك لفرصة، ولا الأهم من الموهبة والمهارة بقى هو الإدارة الجيدة للموهبة والمهارة دي؟ في النهاية خلينا متفقين، سواء اتفقت أو اختلفت مع محمد رمضان، لكن محمد رمضان قرر ما يكونش مجرد لاعب أو واحد من وسط اللعيبة اللي بيلعبوا خلاص، ده قرر يكون نمبر 1 أو رقم 1 في إيه بالظبط مش مهم، المهم إنه قدر يحافظ على إنه يبقى رقم 1 في الظهور الإعلامي حتى وهو مش موجود. ربنا يرزق كل واحد على قد نيته وعلى قد اجتهاده برضه.